قبل الجواز كان عندي تجارة بتاعتي وحياة مستقرة ماديا ونفسيا وشكليا ومعنويا، كانت مستقرة من كل الجوانب، وكنت لسه طالب في الكلية والدنيا كانت ماشية معايا كويس جدا. وفي واحدة بنت حلال الله يسهل لها بقى، مكان ما رحت اتعرفت عليها وقررت اخطب، وبعد 3 سنين مخطوبين من اول ترم عرفتها فيه في الكلية وكنت عاجبها جدا. هوب الحال اتقلب، بقيت مضطر انهي التجارة بتاعتي واصرف الفلوس في ايام ربنا لا يعودها تاني ان شاء الله. ايام ما كان معايا العربية واللبس الشيك والهدايا كنت عاجب جدا، لما الحال اتقلب والله هم 5 و6 شهور تقريبا لقيتها جايه بتديني 500 جنيه وتقول لي هات لي بيهم هدايا، عشان بيسالوني في البيت هو بقى مطنشك ليه. فهمت طبعا ورحت قعدت معاهم ونهيت كل حاجه. الله يسهل لها، انا حقيقي ما اعرفش عنها حاجه، اتجوزت ولا ايه دنيتها. المهم رجعت من تحت الصفر والله واشتغلت كل حاجه، كول سنتر وسيلز واي حاجه بتجيب فلوس. البني ادم بعيد عن الرضا او غيره، بس لما بيتحول من حال لحال الموضوع بيبقى صعب قوي. اختي اقترحت عليا ان اتجوز عشان الدنيا تمشي، وهو ده الحال وكده. وبعد زن كتير دم اكتر من شهور سمعت كلامها وجابت لي واحده من صحباتها ادب واحترام، ناس دغري قوي يعني. خطبتها 5 شهور واتجوزت، وبعد سنين الدنيا لخبطت معايا اكتر. يعني الاول كنت لوحدي، دلوقتي بقى في رقبتي زوجه وبنتين. جربت كل انواع الشغل بالليل وبالنهار وبره المحافظه، والدنيا كل يوم بتغلى اكتر والواحد تايه لحد النهارده. ومن ساعتين كده فقت من التوهان ده اللي بقالي فيه اكتر من 7 سنين. راجع من الشغل لقيت مراتي مستنياني هي والبنات للساعه 11 بالليل، ومجهزين الاكل وما اكلوه علشان ياكلوا معايا. وبعد الاكل بيقعدوا جنبي هم الثلاثه نتفرج على فيلم او حاجه لحد ما النوم يكبس وندخل ننام. اكتشفت ان الموضوع ده بيحصل يوميا، ومن اول جوازنا لحد النهارده كل يوم برجع بلاقيها مستنياني مهما اتاخرت، والله بنفس الشغف من يوم ما اتجوزت. ولحد ما البنات جم وكبروا وبقوا مجننيني معاه، لا يوم عاتبت ولا يوم زعلتني ولا اي حاجه. والله متجوز من حوالي 6 سنين، بنتي فريده داخله في 5 سنين، يعني تقريبا بقالي 6 سنين متجوز. كنت احيانا والله وقت التفكير في تبديل الحال اسال نفسي انا ازاي مستحمل. الاجابه كانت تايهه لحد ما اخدت بالي منها النهارده. والله يا جماعه ربنا العالم ان الكلام ده خارج من القلب، الراحه مش دايما في الفلوس.